تفضل أستاذ. ما هو ثواب من ما هو عقاب من أنكر الإمامة في كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يكون نجسا ومشركا إلى أن يموت. أعطيني أستاذ آية تقول هذا الكلام. آية 11 من سورة الأنفال. اقرأها. الذي ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هيش تقريبا الآية. شوف النص دقيقة. الإمام، وهل الإمام ما؟ أنا أقول لك أعطيني عقاب من أنكر الإمامة علي. تفضل. آية 11 من سورة الأنفال. اقرأها. دقيقة، لا أدخل أجيب الكتاب. دقيقة. تفضل. اللي مقهور من هذا البث موتوا بغيظكم. فاتحة البث وداعساكم ومطيحة حظكم. موتوا بغيظكم. روحي أنت اعبدي. أنا عندي هذه عبادة وأجمل عبادة وأرقى عبادة عندي أن أدعسكم. عبادة شو؟ اللي ميت من هذا البث وقلبه محروق خليه ينحرق. انحرقوا. موتوا من الغيظ. الله يبارك فيكم. حياكم الله بسم الله جميعا. الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العلي العظيم. تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 50. يقول الإمام عليه السلام: السماء رسول الله صلى الله عليه وآله، والماء علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب هو الماء الذي يطهر الله تبارك وتعالى. أنت بتتكلم قاعد؟ يذهب عنا رجز الشيطان. رجز الشيطان. يا شيخ دقيقة يا شيخ. أنت بتتكلم قاعد؟ تخلينا أكمل ولا لا؟ كمل. رجز الشيطان. الشيطان مادي له معنوي. هسه إبليس مادي له معنوي. ما تعرفين إبليس معنوي، يعني لا يرى بالعين المجردة. لا يرى بالعين المجردة. إبليس لا يرى بالعين. يراه من هو نبي أو وصي نبي أو من هو بمنزلة نبي من العالم العادل الكامل. السماء مين لو سمحت؟ السماء رسول الله صلى الله عليه وآله. رب العالمين نزل علينا الماء ليطهرنا من رجز الشيطان. شلون يطهرنا؟ يعني هسه هاي السماء الرسول ينزل الماء من وين ينزل الماء سيدنا النبي؟ هسه حاليا إذا كان تفسير مادي على ما تريدون أنتم، هذا المطر الموجود الماء من تمطر السماء. اهدأ. اقرأ الآيات. إذ تستغيثون ربكم. من يستغيث ربه؟ خل ارجع لها للقرآن الكريم دقيقة. يلا ارجع لها حتى تشوف. ياخذ معتها موضع الحاجة. انت سألتيني لا مو موضع الحاجة. لا دقيقة. احنا شنو نفسر القرآن الكريم كله تبدين؟ احنا نعطيك لا اللي قبلها تفسر اللي بعدها واللي وسطها. انتظر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. هذا في أي غزوة؟ هاي بيا سورة الأنفال. الآية اللي قبلها يا أستاذ. لا لو سمحت. لا إله إلا الله. يا أستاذ يا أستاذ خليني أقرأ. الله تعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وإذ
إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار. الآن الآية تتكلم عن غزوة حيث أن الناس استغاثوا بالله فاستغاث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة ثم نزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان ويربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. ولو زين إحنا يعني كنا هاي دقيقة ولو كنا دقيقة بس إحنا دقيقة بس دقيقة. يعني هسه من السماء نزل ماء، يعني مطرت هناك بالغزوة هاي مطرت، انت تقولين إيه مطرت وهم بعد راح عنهم رجز الشيطان وبدأوا يقاتلون. لا نزل الرسول هو السماء مثل ما قلت. تفسير حقيقي الرسول هو السماء والماء من هو الماء؟ علي بن أبي طالب. يعني السماء يعني علي نزل من النبي. الماء علي بن أبي طالب يذهب به عنها أن الله تبارك وتعالى رجز الشيطان ويثبت به قلوبنا. قد يعطينا من مصادر كتبهم يا بنتي هاي من غصون. كتبنا تفسير المعصوم. دقيقة بس يلا. دقيقة أنا سأدخل لتفاسير الشيعة. تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 50. تفاسير الشيعة دقيقة تفاسير الشيعة الآية 11 من سورة الأنفال. خلينا ندخل على تفاسير الشيعة يا إخواني ونشوف. يعني والله هاي حلوة، هاي الإمام علي حول ولا طلع قوة. متعب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدوا الله لا إله إلا الله. يعني الإمام علي طلع ما شاء الله. طلع ماء نازل من محمد صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم. دقيقة نبحث عن سورة الأنفال. ايش الكلام هذا؟ سورة الأنفال. وهذا كلام الحق. استغفر الله تفسرون العظيم. بكيفكم، تفسرون الآيات القرآنية بكيفكم يا سبحان الله. انتم تفسرون كيفكم، احنا عندنا معصوم يفسر لنا. إيه السماء؟ طب الله تعالى قال والسماء وما بناها، يعني الله بنى النبي ولا ما فهمنا؟ الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. الله تعالى قال والسماء وما بناها، هل الله بنى النبي؟ منو بنانا على النبي؟ منو خلقه؟ منو خلقه؟ يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى يعني هسه بنى كلمة سماء بهاي الآية أطفت عليها كل كلمة سماء بالقرآن؟ شلون يصير؟ هذا النص الله بخصوص العظيم. هذا يعني انتم النص على كيفكم، السماء مرة رسول الله. السماء هيك ومرة هيك، على حسب الكلاوات، يعني على حسب لا موجودة بالتفسير، عندنا موجودة بالتفسير، ما عندنا كلاوات احنا. على حسب التفسير الكلاوجي اللي تريد. الآن عندك هنا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هاي عندك هنا نذهب إلى تفسير القمي أول التفاسير ونشوف. أنزل الله عليهم السماء حتى تثبت أقدامهم على الأرض، يعني حتى الأرض ما تزلق بهم. وهو قوله الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وكان المطر على قريش مثل العزالة وكان على أصحاب رسول الله رذاذا بقدر ما لبد الأرض. الله. الآن شوفوا تفاسير أخرى إخواني، شوفوا تفسير الطوسي مثلا لهذه الآية اللي يقول لك السماء هو النبي. الآن قال الله تعالى قال هنا وينزل عليكم من السماء ماء، يعني مطرا وغيثا. ما علينا، نشوف تفسير آخر، تفسير الطبرسي. نشوف تفسير الطبرسي ماذا يقول. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إيش قال؟ إيش؟ دقيقة نشوف. الله يا ربي استغفر الله. القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وأغشى وقد إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا ما نفسر، هذا يقلب هذا ما نفسر أصلا.
طبرسي قالب الحابل بالنابل. نشوفوا فيض الكاشاني، تفسير الفيض الكاشاني يقول إذ يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الحدث والخبث. وفي الكافي عن الصادق اشربوا ماء السماء، يعني ماء النبي. السماء عندك هو النبي، يعني اشربوا ماء النبي فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام. ثم تلا هذه الآية الكريمة، يعني وينزل عليكم من السماء ماء، يعني أنت تقول الآن السماء هو النبي، يعني هنا الصادق يقول لكم اشربوا ماء النبي. يعني ما فهمنا هذا الأمر، يعني ما فهمنا صراحة. الآن هي نروح كلها أحاديث لتفسير صحيحة. دقيقة، أحاديث هاشم صحيحة يعني البحراني. يا أستاذ هذه تفاسيرك تقول لك أن السماء هو السماء. الله سبحانه وتعالى لما يريد أن يقول السماء راح يقول السماء، ما يصف السماء ماء السماء بالأرض. مطهر. دقيقة، ماء يعني السماء يعني يعني يطهر الإنسان، لكن يطهر ظواهره. أستاذ التطهير دقيقة، احنا نحكي على التطهير أكتم. القلبي والتطهير العقيدة. أستاذ عبد الواحد أكتم لو سمحت دقيقة. إخواني أنا قلت له يأكل بيتزا، هو راح كتم. أنا قلت لك أكتم معناها كل بيتزا. أنا ما قلت لك أكتم هكذا، قلت لك كل بيتزا. الكتم هو أكل البيتزا، ما تفهم يا عبد الواحد؟ يا ربي، السماء هو النبي يا إخواني. أنا ما قلت لك أكتم، ليش كتمت؟ ما يفهم عبد الواحد. يعني أنا أتكلم اللغة ولا إيش أتكلم أنا الآن؟ عبد الواحد روح اتغطى مزيان ونام، الله يهديك. قال لك النبي هو السماء، الله يهديك الله يهديك. يعني أنا لما أقول له إخواني أكتم وهو يروح يكتم، معناها أنا قلت له كل بيتزا ولا كل شاورما، هذا اللي قلت له أنا. لأنه إخواني عندها تفسير باطني مثل السماء هو النبي. قال لك السماء هو النبي ويخرج منه علي بن أبي طالب. الله يهديك يا عبد الواحد، أنت والله العظيم عندك الغلو هذا جالس يعني يضخم عندك بشكل مش طبيعي. الغلو عندك هذا، كيف السماء هو النبي؟